تخيل ان انت تكون قاعد سعيد ومبسوط والحياه حلوه، لكن في لحظه واحده وبدون اي مقدمات كل دوت يتبخر قدام عينيك، حياتك تتحول لكابوس. فايه اللي المفروض ان انت تعمله في حاجه زي كده؟ ودوت اللي احنا هنوضحه في فيلم النهارده، واللي من الافلام اللي ما ينفعش ان انت تشوفها اكتر من مره، وده علشان صحتك النفسيه. والفيلم دوت وانت بتشوفه هيحصل معاك حاجه غريبه جدا جدا، حاجه كده زي ما تكون قطرات مياه هتبدا ان هي تنزل من عينك. في بعض النصابين هيقولوا لك ان ده الدموع، فاياك ان انت تصدقهم. بتبدا قصتنا مع بطل الفيلم لوكاس، اللي بيشتغل كمدرس اطفال في الحضانه، واللي واضح جدا ان كل الاطفال بتحبه، ومش بس الاطفال ولكن سكان البلده اللي هو عايش فيها واصدقائه وكل الناس يعني بيحبوه. وهو في الحضانه بتطلب منه المديره ان هو يساعد احد الاطفال ان هو يعمل حمام، اللي بعد ما الطفل بيخلص بيساعده ان هو ينظف فضلاته. وهنا المخرج بيوضح لك ان هو شخص طبيعي جدا وما عندوش اي مشاكل نفسيه. لوكاس بعد انتهاء اليوم الدراسي وهو مروح من الحضانه بيقابل كلارا، اللي تبقى بنت اعز اصدقائه، بتقول له ان محدش جه يروحها من المنزل وهي مش عارفه تروح لوحدها، فبيعرض عليها ان هو يوصلها البيت. اللي اول ما بيوصلها بنشوف ان هم قد ايه معتبرين لوكاس مش مجرد صديق، وانما كفرد من الاسره بتاعتهم. بعدها بيروح لوكاس البيت وبيكلم طليقته علشان تخليه يشوف ابنه، لكنها بتتحجج له كده باي كلام وبتقفل معاه السكه. تاني يوم وهو رايح للحضانه بيقابل في طريقه كلارا، بيلاقيها قاعده قدام البيت مستنيه ابوها وامها يخلصوا الخناقات بتاعتهم علشان يودوها الحضانه. فلوكاس هنا بيعرض عليها ان هو يوصلها مع الحضانه، وفعلا بيروحوا الحضانه سوا. ركز معايا هنا بقى علشان الكلام دوت مهم جدا جدا علشان نفهم بقيه الفيلم. نتيجه ان كلارا ابوها وامها دايما مهملين جدا في الاهتمام بيها، ودايما بتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض، فهي فقدت الحته دي، حته الاهتمام اللي هي وجدتها طبعا في لوكاس، اللي دايما بيوصلها الحضانه وبيلعب مع الاطفال هناك دايما وبيهتم بيهم. نرجع بقى تاني للفيلم، اللي بنلاقي كلارا بتصنع هديه على شكل قلب وبتكتب اسمها على الهديه وبتحط الهديه في جيب لوكاس. فلوكاس اول ما بيشوف الهديه بينده على كلارا وبيقول لها ان هو لقى هديه مكتوب عليها اسمها في جيبه. فكلارا هنا بتبتسم متوقعه ان دوت شيء هيسعده وان هو هيشكرها، لكن بنلاقي ملامحها بتتغير جدا لما بيقول لها ان هي المفروض تدي الهديه لصديق في نفس عمرها. فبنلاقي كلارا بشكل غريب جدا بتنكر ان هي مش اللي حطت الهديه في جيبه. فركز معايا هنا وخد بالك من خبث الفلاحين الجبار اللي هيطلع من الطفله البريئه العسوله دي. كلارا مش بتروح البيت بعد الحضانه مع لوكاس، وطبعا عارفين ان ابوها وامها مهملين جدا فيها ومش بيروحوا يجيبوها الا في وقت متاخر. فكلارا بتفضل قاعده في الحضانه، اللي اول ما بتشوف المديره بتقول لها انا مش بحب لوكاس. فالمديره هنا بتقول لها يعني ازاي مش بتحبيه؟ فالبت بدات تعمل بمناخيرها حركات زي مدمنين المخدرات كده، وبدات تتهم لوكاس بقصص من تاليفها ان هو اللي اداها القلب اللي هي كانت عاملاه اساسا ليه، وبتتهم ان هو اعتدى عليها. نرجع بقى للوكاس، اللي في نفس الوقت طليقته بتتصل بيه وبعد اصرار من ابنها اخيرا بتوافق ان هو يروح يعيش مع ابوه. وصديقه لوكاس في العمل بتعترف له ان هي معجبه بيه، وبيكون هو كمان بيبادلها نفس الشعور. ولحد هنا الدنيا بتكون 100 فل و10، ما يعرفش ان دوت الهدوء الذي يسبق العاصفه. شعور مؤلم ان انت بعد فتره طويله جدا اخيرا بتبدا تشوف النور اللي في نهايه الممر، وفي الاخر يكون قطر جاي على سرعه 500 الف كيلومتر في الثانيه يجي يسفلتك. لحد ما تاني يوم الصبح المديره بتستدعي لوكاس للمكتب بتاعها وبتعرفه ان في احد الاطفال اللي ما بترضاش طبعا تقول له هو مين اتهمه ان هو اعتدى عليه. فطبعا هنا لوكاس بيتصدم ومش بيبقى عارف يقول لها ايه ويدافع عن نفسه يقول لها ايه. فالمديره هنا بتستبعده عن العمل لحد ما يحققوا في الموضوع ويعرفوا ايه اللي حصل بالظبط، وبتستدعي احد الاخصائيين الاجتماعيين علشان يعرف هل كلارا بتقولي الحقيقه ولا ده كله عباره عن نسيج مخيلتها. وبعد حديثه مع كلارا بيقول للمديره ان غالبا هو ده اللي حصل، وان هي لازم تبلغ ابوها وامها وكمان تبلغ بقيه اولياء الامور عشان يعرفوا لو في حاجه زي كده حصلت معاهم هم كمان، وكمان تعرف الشرطه علشان يبداوا يحققوا في الموضوع. وانا هنا نفسي اعرف حاجه واحده، ايه الدليل اللي مخليك متاكد ان هي ما بتكذبش وكل اللي انت عملته اصلا ان انت عدت الكلام اللي هي قالته للمديره وهي قالت لك انه حصل؟ تخيل ان حياه شخص تتدمر بسبب شخص غبي ومهمل زي دوت. نرجع بقى تاني للوكاس، اللي الشائعات عنه بدات ان هي تنتشر جدا لحد ما ابنه بيتصل بيه بيقول له ان المديره اتصلت بيه وعرفتهم اللي حصل، وبسبب كده امه منعته ان هو يروح يعيش مع ابوه. تاني يوم بيروح لوكاس للمديره علشان يكلمها، لكن هي بتتجنبه لان هي مش مئزه من اللي عمله اللي هو مش حقيقي طبعا. فبيفضل يقول لها ان هو بريء وان ده كله ما حصلش، يا وليه يهديك يرضيك والله ما عملت حاجه. لكن هي بتفضل تكرر حجتها الوحيده ان الاطفال مش بيكذبوا، وديت اعبث حاجه انا سمعتها في حياتي. انا حرفيا اعرف اطفال توديك البحر وترجعك عطشان، ده في بعض الاطفال تحسهم ان هم عباره عن شياطين متنكره في هيئه ملائكه صغار. فبيفضلوا يتجادلوا لحد ما المديره بتقع بلسانها ان الطفل دوت يبقى كلارا. فطبعا بيروح لوكاس البيت لماسيو اللي هو ابو كلارا واعز اصدقائه في نفس الوقت، وبيوضح له ان هو بريء وان هو اكيد مش هيلمس بنته. لكن برضه ماسيو حجته الوحيده ان بنته ما بتكذبش. وفي اللحظه ديت بنشوف ماسيو وهو بيعيط لان في اللحظه ديت ادرك ان هو خسر صديقه العزيز، وبيطرد لوكاس من البيت.
المديرة وبعض مدرسات الحضانة بيبدأوا إن هم ينصحوا نادية إن هي تبعد عن لوكاس، لكنها بتفضل متمسكة برأيها إن هو بريء وإن هو ما عملش أي حاجة وإن هي هتفضل تدعمه لحد ما بيجي تاني يوم اللي بنتفاجأ إن كلارا جاية لوكاس البيت بنفسها ونادية بتكون موجودة جوه، وكلارا هنا بتكون جاية عشان تلعب مع الكلب بتاع لوكاس، فلوكاس هنا بيقول لها إن وجودها هنا غلط وإن هي لازم تعرف عيلتها قبل ما تيجي، فبتبتدي كلارا بمنتهى الخبث إنها تبدأ تعيط وتقول للوكاس أنا سامعة إن الناس بيقولوا إن أنت أذيتني، فطبعا هنا لوكاس بيحاول إن هو يهديها لكنها بتبدأ تتجنبه وتقول له إن هي خايفة منه، فإحنا هنا كمشاهدين مش عارفين هل هي فعلا بعد الكدبة ديّة ما بقتش مدركة للحقيقة فعلًا ولا مدركة خطورة الموقف والّا هي مصممة تكمّل كدبها للآخر، فبعد ما بتمشي كلارا بنشوف إن نادية اتأثّرت بالأداء العظيم طبعًا بتاع كلارا ورَد فعلها وادعائها البراءة، حرفيًا البت ديّة تستحق فعلًا الأوسكار، فهنا بعد نادية ما كانت مدركة وواثقة إن لوكاس بريء بدأت إن هي تشُك فيه زي بقية المجتمع، ولوكاس هنا في اللحظة ديّة أدرك إن هي خلاص بقت خربانة من كل ناحية، وقال بقى إيه ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة، وبيمسك نادية كده ويطردها برّه البيت حتى من غير ما يناقشها، وأنا في اللحظة ديّة ضحكتني فشخ الصراحة. نيجي هنا بقى لابن لوكاس اللي هو ماركوس، بيقرر إن هو يروح يعيش مع أبوه علشان يتطمن على أبوه ويدعمه في المشكلة ديّة، وبيكون زعلان جدًا، جدًا ومتأثر على اللي بيحصل لأبوه، وطبعًا بيروح من ورا ما أمه تعرف، وبيروح علشان يشتري بعض المستلزمات من السوبر ماركت اللي بيقولوا له هناك ما تخلّيش أبوك ييجي هنا تاني، وده برضه بيكون علشان سمعة المكان ما تتأثرش، فماركوس وهو مروح البيت من السوبر ماركت بيلاقي إن الشرطة بتعتقل أبوه، فلوكاس هنا بيستأذنهم إن هو يطمن ابنه عليه، وبيقول له إن هو يتصل بأمه ويقعد معاها، فماركوس هنا بيروح البيت الأول علشان ياخد فاني اللي هي الكلبة بتاعة أبوه، ولكن مش بيلاقي المفتاح بتاع البيت، وماركوس هنا بيعمل حاجة أنا ما توقعتهاش منه إطلاقًا، وهي إن هو بيروح لبيت ماسيو علشان يشوف لو معاه نسخة احتياطية من المفتاح، وده بيبين لك قد إيه هُم كانوا يعتبروا عيلة واحدة، وهنا ماركوس بيستغل الفرصة إن هو يطلب من سيو وزوجته إن هُم يساعدوا أبوه، لكن هُم مش بيوافقوا وبيقولوا له أنت واد كويس وطيب ومش هناخدك بذنب أبوك، والبيت بتاعنا مفتوح لك في أي وقت، فهنا بقى في اللحظة ديّة ماركوس بيتوجه ناحية كلارا وبيقول لها أنتِ يا بت ليه أنتِ بتكدبي، وبيبدأ إن هو يزعق لها وبيبصق عليها كمان، فماسيو هنا بقى وأصدقائه بيطردوه من البيت وبيبدأوا كمان إن هُم يعتدوا عليه بالضرب، وبنشوف بقى الراجل اللي هو عامل زي وحيد القرن دوّة بيبتدي إن هو يفرض عضلاته على الشاب الصغير دوّة، فماركوس بعد ما الدنيا ضاقت بيه بيروح لصديق أبوه الوحيد اللي لسه ما نسيش العشرة اللي بينهم، ولسه بيدعم لوكاس لحد دلوقتي، لأ ومش هو بس كمان لأ ده كل أسرته كمان بيحاولوا إن هُم يساعدوه، فنقف ثانية بس احترام للأسرة العظيمة دي، وبيقولوا لماركوس إن التحقيقات لحد دلوقتي كلها في صالح أبوه، وإن هي مسألة وقت قبل ما يطلقوا سراحه، وده لأن كل الأطفال بيتهموا لوكاس بنفس الحاجة، إن هو بيجيب الأطفال يعتدي عليهم في قبو المنزل بتاعه اللي موجود فيه ورق حائط وأريكة، لكن لما البوليس بيروح إن هو يحقق في المنزل بتاع لوكاس تخيل معاه كده بيكتشف إيه؟ إن المنزل أساسًا ما فيش فيه قبو، فهنا أنا عاوزك تشوف قد إيه الشائعات والكذب بينتشر لأي درجة، وبالذات في الأطفال اللي هم بيصدقوا أي حاجة وبيبدأوا كمان إن هم يضيفوا تفاصيل من مخيلتهم عليها، وفعلًا تاني يوم البوليس بيطلق سراح لوكاس بعد ما بيثبتوا إن هو بريء، ولكن المجتمع اللي هو عايش فيه مش عاوز يدّي له فرصة واحدة إن هو يبرأ نفسه ويعرف الحقيقة، لوكاس هنا بقى هو وماركوس ابنه هم في المطبخ كده بيعملوا أكلة رايقة علشان ياكلوها احتفالًا إن هو خرج من السجن وإن هو تم تبرئته، وهم في المطبخ الجيران بيرموا عليهم حجر ضخم جدًا وبيكسروا إزاز الشباك، ولما بيخرجوا علشان يشوفوا مين اللي عمل كده بيلاقوا كيس أسود قدام الباب، بيقرب لوكاس منه ببطء وبيفتح الكيس، وهنا بيلاقي الصدمة إن هم قتلوا الكلب بتاعه اللي هو متعلق بيه جدًا، جدًا، فهنا لوكاس بيبتدي إن هو يخاف على ابنه وبيبعته إن هو يعيش مع الوالدة بتاعته، وبنشوف لوكاس وهو بيدفن الكلبة بتاعته في مشهد مؤثر جدًا، جدًا، وكأنه بيودع فرد من أسرته، فرد عمره ما عاتبه ولا اتهمه بحاجة، ودايمًا كان رفيق له، راح بدون أي ذنب ارتكبه، ونيجي بقى لأكتر مشهد أنا باحبه في الفيلم دوّة، لما لوكاس بيروح للسوبر ماركت علشان يشتري أكل وحاجات من ديّة، وبيطلب لحمة من الجزار، لكن الجزار هناك بيرفض ويقول له أنا ما عنديش لحمة وامشي يالّا لا من هنا، ولكن لوكاس بيصمم على الطلب بتاعه لحد ما الجزار بيزهق منه وبيبدأ إن هو يعتدي عليه بالضرب، ومش هو بس لأ وباقي العمال كمان اللي موجودين في المكان، وبيطردوه من المكان بطريقة مهينة جدًا، ولكن هنا لوكاس لأنه ما عملش أي ذنب يستحق عليه كل اللي بيحصل له، ولأنه واثق في قرارة نفسه إن هو بريء، فبيقرر هنا إن هو ما يعيش في دور الضحية، وهو أساسًا المفروض ضحية في الموقف هنا، فبيستجمع لوكاس نفسه وبيرجع للسوبر ماركت وبيرد الضرب للجزار وبياخد المستلزمات اللي هو كان جاي علشانها، وهنا لوكاس بيعمل ده كله لأنه عارف إن هو بريء وإنه ما عملش حاجة عيب أو غلط عشان يستخبى من الناس ويخجل منها، وبنشوف بقى لوكاس وهو بيروح المنزل وبيلبس البدلة بتاعته واستكمالا لإحساس إن هو ما عملش أي حاجة يخجل منها ويستخبى منها، بيروح علشان يحتفل بعيد الميلاد مع باقي سكان البلدة، اللي أول ما بيروح بنشوف إن لسه الناس بتتجنبه، ما حدش عاوز يقعد جنبه ولا حواليه حتى، ركز هنا بقى معايا علشان دوّة هو البيك بتاع الأحداث والماستر سين بتاع الفيلم كله، وبنشوف لوكاس وهو عمال يبص وراه على ماسيو
اللي قاعد هو وزوجته، وبنشوف الكاميرا وهي عماله تقرب على وش لوكاس وبتتهز كده شويه، ده كله علشان تحسسك اكتر بالحزن والغضب اللي لوكاس حاسس بيه، وهو كل شويه عمال يلف وراه ويبص عليهم، وبنشوف قد ايه الحزن والغضب مالين جدا في عينيه، وهو شايف ماسيو ومراته عماله تهمس في ودانه اللي اكيد طبعا عماله تتكلم على لوكاس، لحد ما خلاص لوكاس خلاص فاض بيه، ما بقاش قادر ان هو يستحمل اكتر من كده، فبيقوم رايح لماسيو وبيقوم رازعه بالكتاب في دماغه، كمان بينزل ضرب فيه، وبيقول له لو انت عاوز تقول لي حاجه قولها دلوقتي حالا في وشي، وانه بسببك انت واسرتك حياتي اتدمرت. ولوكاس بيقول له يلعن ميتين ابو معرفتك، ابعد عني انت وعيلتك ديت. والغريب هنا بقى ان ماسيو مش بيدافع عن نفسه خالص ومستسلم للموضوع، وكانه حاسس بالذنب لان جزء منه لسه مصدق ان صديقه بريء وان هو ما عملش اي ذنب، لحد ما بنروح البيت مع ماسيو اللي بنلاقي ان هو ابتدى يبكي للمره التانيه، لكن المره دي وهو بيسترجع ذكرياته مع صديقه لوكاس. وهنا اخيرا كلارا بتقول له ان كل حاجه اتهمت لوكاس بيها فهي ما حصلتش وان هي من تأليفها. واخيرا ايتها المراه الثلاثينيه المطلقه حسيتي بالذنب والراجل دوت صعب عليكي. فماسيو هنا بعد ما اتاكد من براءه صديقه بياخد شويه اكل ويروح للبيت بتاع لوكاس اللي بيلاقيه نايم، فبيصحيه وبياكلوا سوا، وبيقول له ان هو هيبات معاه لفتره، وهو بيعمل كده علشان يبرئ صوره لوكاس قدام الناس ويعرف ان هو ما عملش حاجه اصلا. اصل مش معقول حد عاقل هيبات في مكان واحد مع شخص اعتدى على بنته. صراحه حركه ذكيه اقيمها 8.5 من 10. نيجي بقى للنهايه الغريبه بتاعه الفيلم، واللي بعد مرور سنه بنشوف ان الدنيا اخيرا بدات تتحسن مع لوكاس والامور بدات ترجع لوضعها الطبيعي، لحد ما بنشوفه وهو رايح رحله صيد مع ابنه، اللي اثناء رحله الصيد في شخص مجهول بيضرب عليه نار، ولكن الرصاصه ما بتقدرش ان هي تصيب لوكاس. في الحقيقه احنا مش مهتمين نعرف الشخص دوت يبقى مين، لان النهايه هنا هي نهايه رمزيه، وهي هنا بترمز ان حتى لو تم تبرئه لوكاس من كل النواحي فالمجتمع هنا مش هيبرئه 100%. وفي وجهه نظر تانية بتقول ان النهايه بترمز ان حتى لو لوكاس تم تبرئته من كل النواحي وحياته رجعت لطبيعتها، فالضرر اللي حصل له ولنفسيته ولسمعته مش هيختفي 100% وهيفضل لسه موجود. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش بقى الشير واللايك والسبسكرايب وتشاركني برايك في الكومنتس، وبس كده الى اللقاء.